من قبل هسه اللواعيب. الله يجزيهم بالخير، ما قصروا. لكن انا شخصيا حتى نأكد على شيء معين ونعالجه في المستقبل الى المنتخب العراقي، وهو انا ما ابرئ الاتحاد العراقي. الاتحاد العراقي هو السبب الرئيسي والمدرب، واكو ضغوطات صراحة نحكيها اليوم لان هذا ممثل بلد. انا جاي احاكي كابتن رزاق لحد الان ما ماكل لي لقمه، لحد الان يشهد الله علي. بس انا اتمنى انه من عندكم بس شغله واحده. نعم. والله فيها فوز وخساره وام المفاجات يعني. نعم. انت لا تأثر. كابتن كابتن كابتن. هي هاي كرة قدم، بس انت ما لاعب فرق شعبيه يجيك فريق مو زين ربك. نعم كابتن، احنا خلينا نكون واقعيين. ليش اللعبه، ليش الباصات اللي جاي تتناول الطوبه، الكره اللي جاي تروح فقط على ابراهيم بايش؟ هاي اللعبه الثانيه جاي نشوفها. ما عندنا هجمه، ما عندنا هجمه على العمق، ما عندنا هجمه مرتده. ناكد فقط على راسيه ايمن حسين. زين ايمن حسين هو وحده ومصاب. نحن ما عندنا، يعني ما جاي نركز، ما عندنا، لا عندنا هجمه مرتده ولا عندنا بينيات. ما جاي نلعب بينيات، نلعب فقط على الاجنحه، وهذا سبب رئيسي لخساره المنتخب. طبعا المنتخب جاي يلعب بدون هويه مع الاسف. احنا الان نحمل، انا رغم ما انه نشرت بالتواصل الاجتماعي من حرقه اللي بقلوبنا، الناس اغلبيتها، احنا يعني نحاكيك يعني هسه انا جاي احكي وياك ترى كابتن رزاق شيء ملموس. يعني عندنا مره عجوز مره عجوز هسه بالطوارئ. ليش؟ مره كبيره بالسن. هاي الغيره العراقيه. احنا اذا نرجع ليش ما صار بخليج 25 كابتن رزاق؟ ليش ما صار عندنا من صارت ال 25 في ملعب جذع النخله؟ بداياتها ليش؟ لان ما حد يتحكم بكاساس بداياتها. تمام؟ توافقني الراي كابتن؟ وانت السبب هماتين انتو. كان اللي يحكي عليه عبالك ساب ما ادري ياهو تشرشحون بشرشح. لا كابتن، احنا اليوم احنا نحكي باسم العراق. لا تتهربون من هاي الحقيقه، يعني العراقيين عذروني. نعم. بسرعه طغاة. نعم. زين كابتن. تشوف انا والله يعني بالشوط الاول واحنا متقدمين بهدف، بالشوط الاول واحنا متقدمين بهدف قلت لهم اذا يبقون على هذا الوضع ما راح نفوز. والبدلاء خطا اساسا، البدلاء خطا. زين يعني انت تدخل لي الواعيب اصلا الاي وين؟ الاي الدوره ماله متوقف الدوري. يعني من ذيك البطوله وين الاي؟ يعني زين يا كابتن خلينا نكون واقعيين. احنا نريد نعالج، احنا نريد نبني بالعلاج. عندنا مدربين محليين وافضل من كاساس. واحنا صرحت بالتواصل الاجتماعي وحكيت، ووصلت الرساله الى كابتن يونس محمود وعدنان درجان. احنا خلينا نكون واقعيين، عندنا مدربين اكفاء، مدربين غيورين، عندهم غيره على بلدهم. كاساس اصلا هو مو عراقي حتى يقول لك يخسر العراقي يفوز، انا ما لي علاقه. احنا خلينا نكون واقعيين. ترى كاس الخليج ما اول شيء ما تدخلوا كاساس يعني بالشؤون الفنيه مالته ككادر تدريبي. وثاني شيء ترى الجماهير العراقيه بخليج 25 نسبه 80% كان لهم حصه الكاس. كبير بحسب البطوله الجمهور صراحه. نعم احنا خلينا نكون واقعيين كابتن رزاق. يعني اليوم انت والله منتخب فلسطين مات اليوم، مات اللي لعبتنا اليوم وياهم. لو كانت الاساطير موجود يلعبون وياهم والله العلي العظيم يطلعون معدهم باربعه بخمسه اهداف. انت كابتن رزاق، انت ويونس محمود وسامر سعيد وما شابه ذلك من اللي لعبتوا قبل هاي البطوله هسه اللي لعبتوها مع الاساطير. والله رفعت روس، انتم رفعت روس العراق من ذاك الزمن وهذا الزمن.
فاحنا محتاجينكم انتم كابتن رزاق. تدري ليش هسه واحد يسال سائل من الاخوان، وانت يوم انت صاحب المعرفه وسيد العارفين، سيد الساحه اليوم بالكره العراقيه. يعني حتى المنتخب اثناء اللعب مالهم، ليش من يطلع من يصير بديل الى ايمن حسين راسه المنتخب ينكسر؟ ليش؟ شنو السبب؟ اعتمادنا طويل على ايمن. انا اشكرك جزيل الشكر اخوي تيسير، واشوف الشباب وربي يوفقك كابتن، وشكرا جزيلا وممنون من عندك كابتن، شكرا جزيلا. ربي يحفظك كابتن. العفو كابتن. الو السلام عليكم كابتن، شلونك؟ تحياتي.